لو المحارة معمولة نص لبة ما تستغربش لما تيجي تعلق برواز وتلاقي كتلة محارة متيبسة طالعة فيه. المحارة مش شوية اسمنت بيترشوا على الحيطان وخلاص، دي الاساس اللي بتبني عليه كل حاجة. تعال اقولك على شوية تريكات لو عملتهم في المحارة هتبقى شقتك زي ما الكتاب بيقول. رقم واحد، تتأكد ان كل الحيطان وكل الليس اوف بتاعتك وكل ما هو هيتمحر يكون مرشوش بالمية ومتنضف تماما من الاتربة عشان الحيطة تمسك نفسها كده وتبطل تلعب جمباز. تاني حاجة، هتعمل بوج واوتار مظبوطين وتتأكد تماما ان البوج ديت مش رفاهية، البوج دي جي بي اس التشطيب بتاعك. تالت حاجة، هتتأكد من الزوايا بتاعتك بالزاوية الحديد متأكد انها 90 درجة بالظبط مش 90 وربع. رابع حاجة، اختبر المحارة بتاعتي. طب انا مش مهندس ومعيش في العدد بتاعتي الإدة والحاجات اللي بيستخدموها، اعمل ايه؟ اخبط على الحيطان. اخبط على الحيطان هيطلع لي الصوت مكتوم العادي اللي هو مصمت. مصمت ماشي. سمعت صوت تطبيل، اتصل بالمحامي. خامس حاجة، تتأكد أي فتحة ماسورة صرف سواء حوض سواء صرف تكييف تكون مقفولة يا ببلاستر يا بكرتونة يا بأي حاجة عشان المحارة ما تجيش تسدها، وبعد ما تخلص تشطيبك خالص تيجي تركب الأجهزة بتاعتك سواء الحوض سواء التكييف تلاقي المية جايالك. الخلاصة، افتكر إن المحارة الصح بتوفر عليك نص التشطيب، أما المحارة النص كم أكنك دهنت الهوا دوكو.